والسلام على الفتح ومن اهتدى إلى الفتح. أمهاتي، أمهات الشهداء والأسرى والجرحى البواسل، أخواتي العزيزات، أبناء هذه المدينة العملاقة، أبناء الفتح، أبناء المدينة الصفراء، أبناء الياسر والكمالين وسعد صايل، أصحاب الرصاصة الأولى، يا ديمومة هذه الحركة العريقة، إخوتنا أعضاء اللجنة المركزية ممثلين عن سيادة الرئيس محمود عباس حفظه الله، وعن قادة الأجهزة الأمنية كاملة ممثلين بأخونا القائد ماجد فرج، أعضاء مؤسساتنا الوطنية والمدنية، قيادات الأجهزة الأمنية كل باسمه، عطوفة المحافظ، عذرا إن نسيت أي أحد، فهذه الجماهير تربك خيل الرحمن أجمع، راهنوا كثيرا بأن هذه المدينة ليس بصفراء، وتحدينا الكون والعالم أجمع بأنها ستكون صفراء. هذا اليوم مهرجان أعد له خلال أيام فقط لكي نثبت للعالم بأنها صفراء. أمهات الشهداء والأسرى والجرحى، أهاليهم الكريمة، نحن اليوم خدما عند أحذيتكم، خدما لكم، لن يكن أسمى منكم شيء. أنا ابن فتح ما هتفت الغيب، أشوف أبناء الفتح الرايات الصفر، يلا شوف هذا الهتف. أنا عاصفة. شعبك يا فلسطين ألوف ملايين، شعبك يا فلسطين ألوف ملايين، من رفح لجنين فتحاوي فتحاوي. ونحن نحيي معا الذكرى 49 لانطلاقة حركة فتح، انطلاقة الثورة الفلسطينية، انطلاقة الحركة الوطنية الفلسطينية. ليس غريبا أن تكون الخليل أرض فتح، فالخليل كانت من أوائل بمدينتها وقراها وجبالها، كانت أول من استشعر الخطر الصهيوني، وكانت أول الصدامات مع الحركة الصهيونية في العشرينيات هنا في الخليل. كما فتح كانت أول الرصاص وأول الحجارة عندما قامت بالحركة الوطنية الفلسطينية لتحييها من جديد. فلذلك الخليل بلد القادة، جبالها، المقاتلين الأشداء، ريفها ومخيماتها وبكل مدنها شلال الدم المعطاء من أجل إحياء الحركة الوطنية الفلسطينية، ومن أجل أن تكون فتح ديمومة الثورة والعاصفة شعلة الكفاح المسلح. نعم، عرفنا الخليل عبر هذا التاريخ الطويل من تاريخ فلسطين. كانت الانطلاقة التي خرجت من الرماد، أرادوا أن يذيبوا الشعب الفلسطيني، أرادوا أن ينكروا وجوده كشعب، ولكن كان رد فتح بانطلاقتها بعد تهيئة الظروف المؤاتية، وخرجت الحركة الوطنية الفلسطينية
من جديد، وتم إحياء الشخصية الوطنية المستقلة، وهذا أهم إنجازات الثورة الفلسطينية المعاصرة. الذين قالوا لا وجود للشعب الفلسطيني وهم أعداء الشعب الفلسطيني رضخوا ويعترفوا اليوم بهذا الشعب وبحقه في الوجود كشعب مستقل وحقه في إقامة دولته المستقلة. منذ البداية قالت قيادة فتح المؤسسة وعلى رأسها الشهيد الخالد الحي فينا القائد الرمز أبو عمار: نحن لم نأخذكم في نزهة، لم نأخذكم بين حقول الورود، بل بين حقول الأشواك، لأننا فجرنا الثورة في أصعب منطقة في هذا الكوكب. والكل قالوا ثورة مجانين، حتى الجنرال جاب عندما التقى بالقائدين أبو عمار وأبو جهاد قالوا له: جئنا لنتعلم. قال: لا، أنتم المعلمون، أنتم تصنعوا فجرا جديدا للعالم، أنتم فجرتم ثورة في أصعب منطقة العالم يتكالب للسيطرة عليها، بحيرة النفط، ملتقى القارات، ملتقى المواصلات لكل العالم. أنتم الذين نتعلم منكم، والخناجر تحيط بكم من كل جهة. نعم، صارت فتح وقالوا ثورة المجانين، ولكن كما خططت قيادتها، نعم، حرب الشعب الطويلة الأمد. أوجدنا مصطلح جديد في الشرق الأوسط والمنطقة العربية: حرب الشعب الطويلة الأمد والكفاح المسلح، الذي كان مجهولا في هذه المنطقة. كل القوى، كل الأحزاب دون استثناء، بما فيها الرئيس الراحل الخالد جمال عبد الناصر، غيروا استراتيجيتهم لتتلائم مع الاستراتيجية الجديدة التي طرحتها حركة فتح في المنطقة، والكل اضطر للتغيير والالتحاق بهذه الاستراتيجية. هذه الاستراتيجية التي ستبقى فتح أمين لها وحامي لها حتى نستطيع أن نحقق الأهداف التي انطلقنا من أجلها. نعم، واجهنا مصاعب كثيرة، حققنا انتصارات كبيرة، أولا في الانطلاقة، وثانيا في الانطلاقة الثانية بعد نكسة 67، وثالثا في الكرامة، وتوالت الانتصارات. وأيضا أخفقنا بين الحين والآخر، ولكن كنا كطائر الفينيق كما كان يردد أبو عمار: نموت ونحيا من بين الرماد لنجدد المسيرة ولنجدد العهد. أرادوا بإخراجنا من لبنان عام 82 أن يصفوا الثورة، وجاء الرد الأول، الانتفاضة الأولى الباسلة، انتفاضة أطفال فلسطين، والتي كان مهندسها الشهيد أبو جهاد. وكانت هذه الانتفاضة ردا على المؤامرات التي أرادوا أن يغدوا فيها على منظمة التحرير الفلسطينية. وعدنا إلى الوطن بعد اتفاق أوسلو، وكنا ندرك تماما كما كان يقول شهيدنا الخالد أبو عمار: أوسلو بعجره وبجره. أي أوسلو ندرك تماما
أن له مساوئ كما له إيجابيات، ولكن فتح كما في المحاضرة الأولى. لماذا أنا فتح؟ قالت نتعامل مع الواقع الفاسد لنغيره، ليس لننغمس فيه. وفعلا لاحظوا بعد قيام السلطة أوسلو لم يكن اتفاق سلام ولم يكن اتفاق نهائي، وإنما إعلان مبادئ مؤقت مدته عدة سنوات تنتهي عام 99. منذ قيام السلطة وحتى اليوم سقط آلاف الشهداء، منهم آلاف من رجال الأمن الفلسطيني. ألقي القبض من جانب المحتل على آلاف الأسرى، أيضا منهم آلاف من هؤلاء الأبطال في الأجهزة الأمنية، لأنهم أو أبناء هذه الثورة المستمرة والمتواصلة. لا تنسوا انتفاضة النفق، لا تنسوا انتفاضة الأسرى، لا تنسوا انتفاضة الأقصى التي كان سيد الشهداء فيها شهيدنا الخالد أبو عمار الذي حصر وأعطوه مهلة 10 دقائق للاستسلام، ولكن رشاشه بيده والدبابة الإسرائيلية تحت غرفته على بعد 2 متر. قال يريدونني أسيرا أو طريدا وأقول لهم شهيدا شهيدا شهيدا. هذه الكلمات التي خرج أطفال فلسطين رغم منع التجول ورغم الدبابات الإسرائيلية في رام الله وفي كل المدن ليرددوا هذه الكلمة السحرية، ونقول لأبو عمار نعم، شلال الشهداء وشلال الدم الفلسطيني لن يتوقف حتى نحقق حلمك وحلم شهداء ثورتنا، قادة ومقاتلين ومناضلين. سنستمر في الطريق، طريق متعرج صعودا وهبوطا، ولكن نعرف ماذا نريد. نريد أن نصل إلى إنهاء الاحتلال، إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، القدس عاصمتها، عودة اللاجئين. لن يكون هناك وجود لأي إسرائيلي عسكري أو مدني في هذه الدولة التي القدس ستكون عاصمتها الأبدية. قلنا منذ البداية حرب الشعب الطويلة الأمد بكل أشكال النضال، النضال السياسي والنضال العسكري، بالبندقية وبالخيط الذي تخيط به المرأة الفلسطينية التراث الفلسطيني، وبالمفاوضات وبالنضال وبالعمل بكل الأشكال. اليوم انخرطنا بمفاوضات، أقول بكل وضوح وغدا سيكون كري عند الرئيس أبو مازن. ما يحمله إذا صح ما سرب منه لن يكون موقفنا إلا الرفض. لن نقبل بإطار مؤقت لا يؤدي إلى إنهاء الاحتلال، لا يؤدي إلى أن تكون القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة. وجعلت جرحي والدماء للسهل والوديان الفلسطينية المستقلة يدا بيد كما كنا وما زلنا، فتسطع غابة الأضواء وتلك علامة في الأفق أنبأنا بها في الفجر أحرار. علامتنا قد انتشرت وباسم جموعنا قد هبت النار.
فراشك العربي. نكتب على جبين المرج موال، تراب الوطن نفكر بأموال، لا تحسبوا بشرة قلم تتملكوه. اسعى الزينات نفدي القدس هونا بالليل والبيران. الشوكة في حلوق المستوطنين. أشوف أمي اسم الشعب الفلسطيني يحملون همومه وعذاباته على طول الأرض وعرضها. فهذا اليوم يوم الوفاء الكبير لشهدائنا ولأسرانا. نؤكد من هنا من على أرض خليل الرحمن لقيادتنا الفلسطينية، ونقول للأخ الرئيس أبو مازن الذي اتصل مرارا من أجل أن يرسل تحيته إليكم جميعا ويؤكد لكم بأنه قاومت الشعبية بالعمل المتواصل لسيادة النظام والقانون بتعدد الحريات، بالوحدة الوطنية، بالمساواة مع أبناء شعبنا، بالعدالة في الحكم. نرسل تحية خاصة إلى أهلنا حراس الحرم الإبراهيمي في البلدة القديمة، وإلى مسافر يطا والضارية والرماضين، إلى الذين يعيشون في الكهوف والخيام وفي المخيمات وفي المدن. نقول لهم محافظة الخليل محافظة أبية مناضلة شرسة في وجه الاحتلال، لن تقهر ولن تتراجع. أحيي أيها الإخوة وأبارك لأبناء حركة فتح والحركة الوطنية هذا العرس الديمقراطي، وأحيي الإخوة
أمين سر وأعضاء الإقليم الذين كرسوا هذا اليوم للدفاع عن كل القيم السامية وعن كل المبادئ وعن الوحدة الوطنية. شعارات فتح، شعارات الوحدة الوطنية، شعارات الشعب الفلسطيني. نرحب أيها الإخوة باسمكم جميعا بالإخوة أعضاء اللجنة المركزية وبكل الإخوة الضيوف الذين يتواصلون معنا في كل المراحل وهم يشاركوننا هذا اليوم، يوم العمل الوطني، يوم الكفاح والبناء، يوم المساواة والعدالة، يوم الوقوف مع كل الأبطال الذين أفرج عنهم والذين سيفرج عنهم في الدفعات اللاحقة. عرس حقيقي انطلق في هذه المحافظة وسوف يستمر إن شاء الله بمعنويات عالية وبوحدة وطنية وبتماسك نحن بأمس الحاجة إليه. واحنا ما منا عالقلوبية عالرباعية عالرباعية واحنا ما منا عالقلوبية. نادي يا نادي يوم استشهادي، نادي يا نادي يوم استشهادي. عظيمة جدا وهي مهمة جدا لكل فرد من أفراد الشعب الفلسطيني، لا سيما إنها هاي بتعبر عن انطلاقة ثورة فلسطينية لا زلنا نعتز فيها وفي وجودها، ولا زلنا حتى الآن نحاول أن نحقق نتائجها، وأكيد الثورة رح تظل مستمرة للأبد حتى نحرر فلسطين. تعني هذه الانطلاقة تعني فتح الشهداء، تعني فتح الأسرى، تعني فتح أبو عمار، تعني فتح أبو مازن. وهذه الانطلاقة تعني أنه فتح باقية لن تموت، كل ما ذبلت كل ما عاودت تجدد الدماء فيها. وجاي نحيي المهرجان لانطلاقة فتح، وإن شاء الله أنه فتح بظل يعني موحدة وفتح لن تموت. وأنا لست بمسافر، أنا الشهيد، أنا الجريح، أنا الأسير، أنا الأرض، أنا الوطن، أنا اللاجئ، أنا المبعد، أنا الثائر المقاتل، أنا حكاية وطن، أنا طفل رضيع يلتف بكفن، أنا حكاية وطن، دموع أم على وجهها ترك آلامه الزمن، أنا شجرة زيتون جذورها أوراقها ثمارها كلها تهتف للوطن، أنا أشجار اللوز والليمون والبرتقال والتين، أنا عصفورة الوادي زغرتت فوق الأرض ولم ترعبها السنين، أنا طفلة وقفت شامخة في وجه بندقية رافعة الرأس والجبين، أنا المحبة للأرض، أنا الشوق والحنين، أنا فرحة للأفراح ودمعة للأحزان وابتسامة في كل مكان، أنا الفرح والحنين، أنا رجل، امرأة، طفلة، شيخ، أنا اسمي فلسطين، أنا اسمي فلسطين، وفلسطين حكاية كتبت بالدماء وأرضها أصبحت تعشر احتضان الشهداء،
السوداء. أما أنتم أيها الأسرى فأنتم الأحرار، لأنكم دفعتم ثمن حريتكم سنين عمركم في سجون الغاصبين لأرض فلسطين. فأنتم بشموخكم، بعزتكم، بجبروتكم ستظلون كعمالقة الجبال. ولكم مني ألف تحية، ولكم منا تحيتي إجلال المغفور. لأجلك سترحل عيوننا إليك كل يوم. لأجلك يا قدس، لأجلك يا قدس سنحيا ونموت ونبقى نغني ونبقى نغني. عهد الله جوع الموت ولا نرحل، عهد الثورة والثوار والجماهير ما نرحل، عهد الثورة والثوار والجماهير ما نرحل. واحنا قطعة من هالأرض، واحنا قطعة من هالأرض، وعمر الأرض وعهد الله ما بنرحل. عهد الله ما نرحل، عهد الله جوع الموت ولا نرحل، عهد الله ما نرحل، عهد الله جوع الموت ولا نرحل. عهد الثورة والثوار والجماهير ما نرحل، عهد الثورة والثوار والجماهير ما نرحل. واحنا قطعة من هالأرض، واحنا قطعة من هالأرض، وعمر الأرض وعهد الله ما بنرحل. ظل سلاحي بجراحي يا